السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، كلشي مزيان. كدوزتوا العيد، كدوزتوا المسائل ديال العيد، نتمنىكم دوزتوها بخير وعلى خير. كلشي يكون فرحان ان شاء الله، كلشي يكون معيد. اليوم الحباب، اليوم وصلنا لبلادنا الزوينة، بلادنا الحبيبة اللي هي تزدنا فيها وخلقنا فيها. الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير، ونتمنىكم نتوما اللي في بلاد الغربة توصلوا بخير وعلى خير لوالديكم ولعائلاتكم. اليوم جيت المغرب، الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير كما قلت لكم، وانا وصلت عند الوالدة الحمد لله وعند العائلة. ايوا اليوم غنشاركوا معكم واحد الفطير اللي هو من يد الوالدة الحبيبة، ونسالكم الدعاء، ندعاو معها صحيحتها، الله يعطيها صحيحتها والله يطول ليها في العمر، والله يطول لكم نتوما في العمر ديال الميمات ديالكم والجديدات ديالكم. نتمنىكم الحبابات ما تنسوناش من الدعاء ومن الاشتراك ورفع الجرس ليوصلكم كل جديد. المهم البنات والميمات والجدوات، هذا الفطير عند الوالده بعد ما وصلنا الفطور اللي هو اصيل، اللي كيكون بالشيار ولا المخمار، السم الحار وزيت العود الاصيله، بريده ديال اتاي بالنعناع مشحر. الحمد لله وما كاينش ما احسن من اللمه ديال العائله ولا ديال الوالدين. اللهم لك الحمد. هذه جليسه، يعني جليسه ممتازه ورائعه يعني وزوينه ما نقولش لكم، ومريحه. جليسه بالزرابي التقليديه. نتمنى تعجبكم هاد الجليسه وهذا الافطار اللي حنا وجدنا بالصحه والراحه. المهم تبعوا معنا فيديو حتى الاخر، وغنشارك معكم حتى فيديوهات ان شاء الله. هذاك الشيء اللي قسم الله غنشاركوا معكم، لا عند الوالده ولا عند العدوزه ديالي. نتمنى يعجبكم هاد الفيديوهات. شوفوا تبارك الله هاد الزرابي كيفاش زوينين وكيحمقوا. والله لا اش غنقول لكم، المغرب تبارك الله ما شاء الله فيه ما يدار وفيه ما يتعطى. الحمد لله الحمد لله. بعدك ما رجعنا لبلادنا سالمين خالمين. نتمنىكم نتوما تجيو بخير وعلى خير عند والديكم ولا عند وليداتكم ولا عند عائلاتكم. نسالكم الدعاء لينا ولوالدينا ولوالديكم. كنشكركم وسمحوا لي الا غبرت عليكم، غير مع الظروف مع السفر يعني شويه صعيبه، كيجي كلشي في دقه جري بزاف ديال الحوايج يعني ما كتسيبش الوقت، ولكن الحمد لله وشويه ديال العيا. المهم هذا هو الفطور اللي وجدتنا الوالده، الله يعطيها الصحه والله يطول لها في العمر، وهي عيانه شويه بغيتكم تدعيو معها. الحمد لله فطور يعني نقولش لكم بسم الحار والزيت والعسل وبريد ديال الاتاي، يعني شي حاجه زوينه اللي هي تقليديه كيقدموها الناس زمان. شوفوا تبارك الله على داك اللون ديال الشيار كيحمق، وشي حاجه اللي هي ديال البلاد ديالنا، راه ما كاينش بحالها، لا المذاق ديال الاتاي ولا المذاق ديال الماء، وحتى داك المذاق ديال الماكله والشهيه كتفتح لك سبحان الله العظيم. حدك حتى كتدخل للمغرب ديك الهواء كتبدل وكتفتح لك الشهيه، يعني الهي هو كتفتح لك الشهيه ماشي بحال هنا الحمد لله كاع بلاد الله، ولكن هنا الحمد لله يعني شي حاجه اللي هي زوينه. بخصوص مع اللي تكوني مع والديك ومع احبابك ومع الناس اللي كتبغي، يعني راه كتحل لك الشهيه واخا تكون مسدوده. ونتمنى حباباتي بالصحه والراحه، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وإلا عجبكم صديقاتي ما تنساوش البارطاج مع صديقاتكم ومع احبابكم واصحابكم، وتفعلوا جرس ليوصلكم كل جديد. كما شفتوا معايا البنات ما في لا طياب لا حاجه غير من اللي طيبات الوالده. قلت علاش لا ما نشاركش مع الميمات ديالي وجدوات وصديقاتي وكاع الناس اللي كنبغي والمتبعات ديالي القدامات والجدادات اللي دخلوا عندي مرحبا، وحتى اللي باقين ما دخلوش مرحبا والف مرحبا. القناه قناتكم قبل ما تكون قناتي. كنقول لكم اللي دخلت عندي البنات ما تنسانيش من اللايك والاشتراك ورفع الجرس ليوصل كل جديد باش تعم الفائده على الجميع، ونعطيكم اكثر ان شاء الله وتشجعوني. بعد ما كتشجعوني راه كتعطوني حتى طاقه ايجابيه، يعني كندير كل ما عندي وكندير كل الجهد اللي عندي باش شي حاجه تعجبكم. المهم شوفوا هاد الكوليسه شحال زوينه تبارك الله، يعني شي حاجه ديال المغرب اللي هي تقليديه كتجي رائعه وكتجي مريحه، وحتى الماكله وحتى ديك البركه اللي باكين فيها صراحه ما نقولش لكم شهوه منها.
واللي باقا ما جاتش يا ربي تسهل عليها، واللي باقي ما جاتش تا هو يسهل عليه، والله يسهل عليكم كاملين، اللي باغي يجي واللي ما باغيش يجي الله يسهل على الجميع. المهم هذه الوالده ديالي الله يعطيها الصحه والله يطول ليها في العمر، نتمنى الله يحفظها والله يحفظ لكم المهمات ديالكم. المهم هي عمرت البريد ديالها تاعي بشهر كما شفتوا بالصحه والراحه. ما كرهتكم تجيو تشربوا معنا كوز ديال اتاي، ولكن نتوما بعاد علينا بالصحه والراحه، كاس مشحر يعني شي حاجه زوينه ورائعه. شوفوا خوتي اتاي ديال المغرب كيفاش داير تبارك الله ما شاء الله، يعني شي حاجه زوينه ما نقولش لكم. وانا فرحانه ان جيت عند الوالده وجيت عند عائلتي وجيت عند اخواتاتي، واخا خوتي ما غاش نشوفهم نتمنى تما يجيو ان شاء الله نشوفوهم ويجيو بالصحه والسلامه يا ربي. المهم كما شفتوا معايا البنات هذا هو الفطار ديالنا، يعني الحمد لله حطينا البسكوي هذا البنيات، بنتي وبنت لوسي تما كاينين معايا وليداتي. المهم حنا كتشوفوا معايا غنشاركوا معكم اي حاجه قد قليله قد كثيره. هذا الكويس كان هديه لكم مشحر بالصحه والراحه. المهم كاين ما قلت لكم هاد الزبيده هي يا حلوه بنتي ما كتاكل السم الحار، زيت العود، العسل، الزبده، الزبده عاديه يعني ديال البقر، وداكشي اللي كاين هو اللي كاين. نتمنىكم يعجبكم ان شاء الله. ايوا خليكم مع الافطار ديال المغرب، نتمنى البنات يعجبكم.